في البداية ما تنساوش الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو. وجه نبيل تخشى النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية انتقادات إلى الحكومة بعد إقدامها على تخصيص دعم المستوردي الأغنام قبيل عيد الأضحى. وقال في سؤال وجهه إلى وزارة الفلاحة إن الحكومة قررت منح دعم مباشر للمستوردين الذين يستوردون الأكباش بمناسبة عيد الأضحى بتخصيص مبلغ قدره 500 درهم لكل رأس يتم استيراده من الخارج، وفق ما أفاد به الإشعار الصادر عن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. وسجل كذلك أن هذه الخطوة التي جاءت بهدف معلن هو تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية. تأتي لتضاف إلى قرار الحكومة إلغاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة لضمان توفر الكمية المناسبة من الأغنام في الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى. وبناء عليه طالب النائب بالكشف عن الكيفية التي سيتم بها ضبط أسعار بيع هذه الأضاحي لفائدة المواطنين في الأسواق الوطنية وحماية هذه الأسواق من المضاربين والسماسرة الذين ينشطون في هذه المناسبات. وتساءل النائب عما إذا لم يكن حريا إيجاد صيغة لدعم المواطن الفقير بصفة مباشرة من خلال اعتماد قاعدة الإحصائيات المتوفرة.